السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنفرز المانجا من الموسم للموسم. دي عندنا زي ما انتم شايفين كده، ده الزبديه اللي تخص التخزين. ودي عندنا النعومي زي ما حضراتكم شايفين كده. جايبه هنا 13 كيلو ونص. بنستخدمها في المربات والجيلي والايس كريم وحاجات كتير. هنا هون بالنسبه لي انا هخزنها. فاول حاجه هعملها فيها ان انا هغسلها واقشرها ونشوف هنعمل فيها ايه. وبعد ما غسلناها بنبتدي نفرز اللي ماسك نفسه شويه، واللي هو طري حبتين بنركنه على جنب ونتعامل بقى معاه للعصير وكده. فهو اللي ماسك نفسه هعمله زي ما انتم شايفين. اقشره الاول، ممكن نقطعها بالسكينه او اللي هي المقشره بتاعه البطاطس. طبعا دي هنحط بقى ايه القشر هنا برضو هنتعامل معاه في حاجات تانية، ما بنرميش حاجه. اول حاجه هي ماسكه نفسها اهو. اخلي السكينه اعملها كده اهوت، اخلي السكينه تبقى عند نهايه زي ما انتم شايفين كده. قطعنا الجنبين ولازم يحك في قلب العظمه. هنا هنعمل الجنب التاني نفس الكلام ويحك في قلب العظمه، يبقى عندنا الجنبين. شوف هنقطعهم مكعبات. ادي الجنبين. هبتدي بقى ايه، انا قطعت دي بالشكل ده. ممكن ايه نقوم عاملين كده ممكن تسيبيها كده اهوت وتعمليها كده اهوت لتزيين التورتات زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. وممكن ناخد الجناب بقى، الجناب بنقطعها كده. بعد ما خدنا الجنب ده والجنب ده هبتدي ليا جانب هنا، ده اللي هعمله مكعبات للعصير، للكمبوت، للكنافه بالمانجا حشوها زي ما انتم شايفين كده. وادي الجنب التاني، وادي الجنب اللي من هنا ده اهو، والجنب التاني. يبقى 4 جوانب. ودي طبعا هنكحتها ونعملها عصير. الجوانب بقى هبتدي اعملها مكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده قصدي. اقطعها مكعبات كده. زي ما انتم شايفين كده هنعمل زي كده اهوت، نفرزه عشان نعمله تزيينات. وعملنا مكعبات اهو زي ما قلت لكم للتوبينج وللمربى وللعصير، للتزيين الكنافه بالمانجا، لحاجات كتير قوي هنعملها بيه. طبعا عندنا من انواع المانجا للاكل الكيتي والكومبورس. طبعا الكيتي بيقولوا عليه ناس كيتا. طبعا الزبديه افضل حاجه للتخزين. بعد ما خدت الجنبين هنا ومن هنا، وخدت من هنا ومن هنا وعملت لهم مكعبات، هبتدي بقى انا اكحل كده اهوت للعصير. هنا اهوت كده اهوت هنعمل منه ايس كريم وصوص وعصير، حاجات كتير ومحتاجات طول السنه. ممكن تخزني 10 كيلو 15 كيلو زي ما تحبي. ده يستحمل وبيعيش. بتعملي كده اهوت لغايه لما تفضي خالص البذره يعني. ادي من واحده بس ده طلع منه بالتكحيت كده اهوت. البذره بقى نحطها مع القشر ونحطها على لتر ميه ونغليها ونعمل منه الصوص ونعمل منه ايه حاجات كتير. زي ما انتم شايفين كده ادي القشر والبذر. زي ما قلت لكم هنحط له لتر ميه وهنغليه غلوتين ونستعمله للجيلي. وطبعا احنا عندنا معلومات عن المانجا ليها انواع كتير. احسن نوع طبعا العويسي والفص والسكري الممتاز اللي هو الاخضر. في سكري كده ليه قشره رقيقه. فاحنا بنفضل طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده الزبديه. ممكن دي نقطعها كده ايه صلصات كده. الاول هناخد دي عشان مهريه شويه، صلصات يعني زي الشرايح كده. الشرايح اللي زي دي احنا بنزين بيها التورتات، الكنافه بالمانجا زي ما انتم شايفين كده زي الحلقات. بناخد هنا ومن هنا ونحطها، وابتدي بقى انا ايه اشيلها زي ما انتم شايفين كده، واحطها بالشكل ده كده متفرزه، واطلعها على طول على التزيين
حلقات كده داير. ودي لما نيجي نشيلها مش هنشيلها كده مفتوحه، ممكن نشيلها ايه تتقفل زي ما انتم شايفين، زي ما كانت الاول بقشرتها زي ما انتم شايفين. ده كده عصير اللي كحدناه بنسيبه بيور زي ما هو كده وغليظ زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نخلص الصلانسيه زي ما انتم شايفين، الشرايح المقلوبه، ونشوف بقى ايه نكمل الباقي، واللي تحسي تلاقيها طريه قوي نعملها عصير على طول زي ما انتم شايفين. هكمل بقى الباقي وارجع لكم ان احنا هنعمل بقى من التخزينات دي والتفريزات دي تورتات، كنافه بالمانجا، تشيز كيك، التوبينج والموس يعني والتارت والجيلي والمربى. هكمل بقى الباقي وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده عملنا 4 من النوع دي عشان نقطعه ونستعمله في اي حاجه. وادي الشرايح، ادي الشرايح، وادي تزيين التورتات زي ما انتم شايفين. وادي احنا عاملين لنا كيسين لو ما عندناش اطباق زي دي. وادي المكعبات، وادي برضو زي ما انتم شايفين. ده بقى البوريه اللي احنا بنعمل منه العصير. هنبتدي نحط ايه كل كيس باستعمال. احنا ممكن نشيله مركز كده، ممكن نحطه ايه نعمل له ايه ميه بسكر، بس عشان الاماكن في التلاجة هنحط كل نص كيلو لوحده. وبكده خلصنا تفريز 15 كيلو مانجا، عملنا منه العصير مركز عشان الاماكن. ولما بيطلع عباره عن نص كيلو وزناه، ولما بيطلع بنحط له كوبايتين ميه بسكر على تانك، ونكمل بالعصير البيور في قطع برضو صغيره. عندنا هو القطع الجنبين زي ما انتم شايفين كيسين، وادي 6 برضو الجناب. وعملنا بقى ده الوش يعني بتاع المانجا وظهرها، ده الجناب قطعناه مكعبات زي ما انتم شايفين كده اهي. ودين اللي احنا هنزين بيه التورته، ودين اللي هو قطعناه سلنسات زي ما انتم شايفين الاتنين دول عشان تزيين الكنافه بالمانجا او التورته بتاعتنا. عندنا كيلو مقطع زي ما انتم شايفين كده، كيلو ده نعمله منه مربى، والكيلو ده نعمل منه توبينج اللي احنا بنضيفه على الكب كيك او على اي حاجه وينزل كده زي ما انتم شايفين. يعني حاجات سهله بسيطه، افكار نعمل منها صوص مانجا، كومبوت مانجا، مربى مانجا، ايس كريم، عصير المانجا، الجيلي بتاع المانجا، والتخزين طبعا، ونعمل منه كنافه بالمانجا ومهلبيه وحلا بيبقى بارد بالمانجا. حاجات كتير وافكار كتير. طبعا انا سردتها ليكم عشان يبقى عندكم افكار هتستخدموا التفريز في ايه. واهم حاجه ان يكون نوع المانجا زبديه، لان طبعا ما ينفعش اي نوع مانجا تاني فما بيعيش وكده اهوت. ولو في عندك نوع مختلف يفضل انك انت تسيبي ده بتاع السنه وتجي النوع التاني تعمليه منه المربات والحاجات والايس كريم والحاجات دي، بحيث ان احنا نعمله عشان هو مش بيستحمل تفريز مده طويله. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.